قضية النهاردة حصلت في استراليا لاتنين أصدقاء اسمهم نيكول ولورين. في يوم من شهر أكتوبر سنة 1997 البنتين دول كانوا في رحلة تخييم مع أصدقائهم، بس في اليوم ده لما كانوا بيتمشوا لوحدهم الاتنين هيختفوا من غير أي أثر. الشرطة عملوا عملية بحث كبيرة استمرت لأسابيع لحد ما في النهاية هيكتشفوا الحقيقة المرعبة. يا ترى إيه اللي حصل للبنتين دول، وإزاي الشرطة لما يقبضوا على المجرم هيربطوه بجريمة ثالثة؟ ده اللي هنعرفه من أحداث قصتنا. بس قبل ما نبدأ يا ريت كلنا زي ما تعودنا نصلي على النبي وندعي لإخواتنا في غزة وفي كل مكان ربنا ينصرهم ويصبرهم. نيكول إيما كولينز اتولدت يوم 14 نوفمبر سنة 1980 في مكان اسمه بيجا موجود في نيو ساوث ويلز في استراليا. أبوها وأمها كانوا جراهام وديلما، وأبوها كان بيشتغل طبيب بيطري وأمها كانت بتشتغل ممرضة، عشان كده الاتنين كانوا موفرين لبنتهم أفضل حياة ممكنة. طفولة نيكول كانت هادية وجميلة لأن البلد اللي هم كانوا عايشين فيها كانت بلد ريفية وكانوا بيسيبوا الأطفال يلعبوا في الشارع لفترات طويلة. نيكول لما كان عندها 16 سنة قدرت إنها تلاقي وظيفة بدوام جزئي في متجر بقالة قريب من بيت العيلة، وفي أيام الأجازة كانت بتحب إنها تستمتع بركوب الخيل لأن ده كان هوايتها المفضلة. نيكول كان عندها أصحاب كتير جدا لأنها كانت شخص اجتماعي وبتقدر تكون صداقات بسهولة، وواحدة من أقرب أصدقاء نيكول كان اسمها سارة. سارة بتقول إنها اتنقلت من المدرسة اللي كانت فيها قبل كده لأنها كانت بتتعرض هناك للتنمر، ودخلت المدرسة اللي موجودة فيها نيكول. أول لما دخلت المدرسة كانت خايفة جدا من التجربة الجديدة، وكانت خايفة إن الناس في المدرسة دي يتنمروا عليها زي ما حصل معاها في المدرسة اللي قبل كده. بس سارة بتقول إن شعور الخوف ده اختفى من عندها تماما من أول لما قابلت نيكول وابتسمت في وشها، ومن وقتها والاتنين بقى أصدقاء مقربين جدا لبعض. سارة برضو كانت صديقة لورين اللي اتولدت يوم 11 أكتوبر سنة 1982، يعني كانت أصغر من نيكول بسنتين تقريبا. أبوها وأمها كانوا جاريت وشيرول. جاريت كان بيشتغل في المجلس المحلي وشيرول كانت ربة منزل. لورين كان عندها أخ أكبر منها ب3 سنين اسمه نيسان، ولورين ونيسان كانوا قريبين جدا من بعض، وكل ما حد يضايقها كانت بترجع له لأنه دايما كان بيدافع عنها. لورين برضو كانت طالبة في مدرسة بيجا، وطبعا كانت من أقرب الناس لنيكول زي ما قلنا قبل كده. احنا كنا بنقول إن نيكول كانت بنت منفتحة وبتعرف تكون صداقات بسهولة. لورين بقى كانت عكسها تماما. لورين كانت هادية جدا وبتحب تقضي معظم وقتها في البيت، وما كانتش بتقدر تتعرف على الناس بسهولة، بس كل الناس اللي يعرفوها بيقولوا إنها كانت بنت لطيفة جدا وكانت بتحب الحيوانات جدا جدا. في أكتوبر سنة 1997 لورين كانت قربت إنها تحتفل بعيد ميلادها ال15، وفي نفس الوقت كانوا بيحتفلوا بعطلة نهاية الأسبوع. عشان كده هي ونيكول وباقي أصحابهم جمعوا نفسهم وقرروا إنهم يعملوا رحلة تخييم في مكان اسمه وايت روك، والمكان ده على بعد 3 كيلو بس من المكان اللي هم عايشين فيه. والد نيكول كان هو اللي مختار المكان بتاع التخييم ده بنفسه عشان يبقى قريب منهم، وفي نفس الوقت كان هو ووالد لورين كل فترة بيروحوا يطمنوا عليهم ويتأكدوا انهم كويسين. رحلة التخييم دي بدأت يوم 3 أكتوبر سنة 1997، وكان موجود معاهم في الرحلة دي نيسان أخو لورين عشان ياخد باله منها. ولما حد من الموجودين في المخيم ده كان بيحب ياخد شاور أو يغير هدومه كانوا بيتجهوا لبيت نيكول لأنه كان أقرب مكان للمخيم اللي هم فيه. ويوم 5 أكتوبر سنة 1997 يعني بعد يومين بس من بداية المخيم بتاعهم كل الموجودين في الرحلة كانوا مبسوطين وبيقضوا وقت جميل مع بعض، ما عدا نيكول اللي كانت متضايقة جدا لأنها انفصلت عن صديقها. نيكول كانت عايزة تعمل أي حاجة عشان ترجع له، واللي كان مزعلها أكتر إن صديقها في اليوم ده كان عامل حفلة ومش فارق معاه انفصالهم. الحفلة اللي هيحضرها صديقها كانت موجودة في مكان اسمه جيلات على بعد حوالي 5 كيلو من المكان اللي المخيم موجود فيه. ورغم ان نيكول ما كانش عندها عربية الا انها قررت انها تاخد ال5 كيلو دول مشي لحد ما توصل لحبيبها عشان بس تسأله هو عايز ينفصل عنها ليه. لورين لما عرفت كل اللي حصل مع صديقتها قررت انها مش هتسيبها تروح لوحدها، وفعلا الاتنين اتحركوا من المخيم اللي كانوا فيه حوالي الساعة 9 مساء. البنتين اخدوا معاهم الكشافات بتاعتهم لان الطريق كان طويل وضلمة ومعظمه كان طريق غابات، وطبعا زي ما كلنا توقعنا البنتين ما وصلوش للحفلة في اليوم ده. تاني يوم الصبح
نيسان أخو لورين صحي من النوم ولاحظ إن أخته وصديقتها نيكول مش موجودين في المخيم، عشان كده اتجه لبيته بسرعة جدا عشان يسأل أبوه وأمه لو يعرفوا أي حاجة عن مكان أخته، بس الاتنين قالوا إن المفروض إنها موجودة في المخيم وإنهم ما يعرفوش أي حاجة عن مكانها. في الوقت ده بدأوا يحسوا بالقلق وما كانش فيه أي أمل عندهم غير إن البنتين يكونوا موجودين دلوقتي في بيت نيكول. وفعلا والدة لورين اتصلت بوالدة نيكول واللي برضو قالت لها إنها ما تعرفش عن البنتين أي حاجة. عشان كده أفراد العيلتين اتحركوا بسرعة لمكان التخييم عشان يسألوا أصحابهم لو حد منهم يعرف مكان وجودهم، بس للأسف محدش كان يعرف مكان البنتين، وكل اللي يعرفوه إن الاتنين خرجوا من المخيم الساعة 9 بالليل عشان يقابلوا صديق نيكول. أفراد العيلة تواصلوا بسرعة مع صديق نيكول واللي قال لهم إن نيكول ما وصلتش للحفلة في اليوم ده وإنه ما يعرفش أي حاجة عن مكان وجودها. أصحاب البنتين كمان بدأوا يمشوا على الطريق اللي بيودي الحفلة على أمل إنهم يلاقوهم موجودين في الطريق، بس للأسف ما كانش فيه أي أثر ليهم. عشان كده أفراد العيلة ما كانش عندهم أي حل غير إنهم يكلموا الشرطة ويبلغوا باختفاء البنتين. الشرطة من البداية أخدوا الموضوع بجدية وكانوا مستبعدين فكرة إن البنتين هربوا من المعسكر، لأن البنتين في اليوم ده أخدوا معاهم الكشافات وسابوا كل هدومهم والأدوات بتاعتهم اللي كانوا معسكرين بيها، وأكيد لو هم هربانين من البيت ومن المعسكر كانوا هياخدوا كل هدومهم وكانوا هيصرفوا فلوس على السكن والأكل والشرب. عشان كده الشرطة عملوا عملية بحث كبيرة من الدقيقة الأولى وكانوا مركزين في عملية البحث دي على منطقة بوشلاند. الشرطة كانوا ماشيين في اتجاه جيلات على أمل إنهم يلاقوا أي دليل يوصلهم للبنتين على الطريق. عشان كده استخدموا في عملية البحث دي طيارات هليكوبتر وكلاب بحث، ده غير إن كان في عدد كبير جدا من المتطوعين بيساعد الشرطة في عملية البحث اللي بتحصل. الشرطة كمان طبعوا ملصقات كتير عليها صور البنتين ولزقوها في الأماكن المحيطة بيهم، وكانوا بيطلبوا من الناس إن أي حد عنده معلومة يكلم الشرطة. في نفس اليوم اللي بدأت فيه عملية البحث في واحد من السكان اللي عايشين قريب من موقع التخييم شاف ملابس لبنت كانت مرمية على جنب الطريق. الراجل ده كلم الشرطة واللي حددوا بسرعة جدا إن الملابس دي تخص لورين وإنها كانت لابساها في نفس الوقت اللي اختفت فيه، بس للأسف بدل الشرطة ما تاخد الملابس دي وتسلمها للطب الشرعي رجعوا الملابس دي لوالد لورين. الشرطة لحد الوقت ده ما كانوش مقتنعين ان في حاجة وحشة حصلت للبنتين، يعني البنتين اختفوا من كام ساعة بس ولقوا ملابس ليهم على الطريق عشان كده رجعوها لوالدها. عملية البحث عن البنتين استمرت لمدة 4 أيام تقريبا وما كانش فيه أي أثر ليهم ولا حتى في معلومة مهمة وصلت للشرطة. عشان كده يوم 9 أكتوبر والد لورين ووالد نيكول عملوا مؤتمر صحفي وكان باين عليهم الحزن، وكانوا بيطلبوا من الناس إن أي حد عنده معلومة عن البنتين يكلم الشرطة. طلبوا كمان من اللي خاطفهم إنه يكون رحيم بيهم ويرجعهم لأهلهم. فعلا المؤتمر الصحفي ده كان مفيد جدا وفي عدد كبير من الناس كلم الشرطة عشان يساعدهم في عملية البحث عن البنتين، بس واحدة من المكالمات اللي وصلت للشرطة كانت مهمة جدا بالنسبة لهم. المكالمة دي كانت من واحدة عايشة في المنطقة. الست دي قالت للشرطة إن في اليوم اللي اختفوا فيه البنتين كانت راكبة العربية بتاعتها على الطريق السريع، وحوالي الساعة 9:30 مساء في عربية كانت واقفة في نص الطريق وهي اضطرت إنها توقف العربية بتاعتها لحد العربية دي ما تتحرك. ولما العربية التانية بدأت تتحرك لاحظت إن في واحد كان سايق العربية وواحد تاني كان بيتكلم مع بنتين قاعدين في الكرسي الخلفي. الست دي بتقول إنها ما كانتش ملاحظة أي حاجة غريبة وكملت في طريقها بشكل طبيعي، بس لما عرفت بخبر اختفاء البنتين في نفس المنطقة وشافت أفراد عيلتهم وهم بيتكلموا في التلفزيون قررت إنها تكلم الشرطة وتقول لهم على كل اللي شافته. الشرطة طبعا كانوا مقتنعين إن البنتين اللي الست دي شافتهم هم لورين ونيكول، والشخصين اللي كانوا راكبين معاهم في العربية متورطين في اختفائهم. في نفس الوقت ده وصلت معلومة تانية للشرطة، بس المعلومة المرة دي كانت غريبة شوية. المعلومة دي كانت من واحد بيقول إنه شاف تلفزيون لونه بينك مرمي على الطريق قريب من المخيم اللي فيه البنات. هو الراجل ما كانش عارف ايه علاقة التلفزيون البينك باختفاء البنتين، بس هو قال يبلغ الشرطة من باب ان التلفزيون يعني كان موجود في نفس المنطقة اللي البنتين اختفوا فيها. الراجل ده بيقول انه شاف التلفزيون بحالة كويسة وكان شكله مش قديم، عشان كده اخده وقرر انه هيدهنه باللون الاسود ويبيعه لأي حد.
الشرطة في البداية تجاهلوا المعلومة دي، بس في واحد من أفراد الشرطة افترض إن اللي خطف البنتين كان سايب التلفزيون ده على الكرسي واضطر يتخلص منه عشان البنتين يركبوا مكانه. عدى وقت كتير ولسه الشرطة ما وصلوش لأي جديد في القضية، عشان كده أفراد الشرطة اضطروا إنهم يقللوا عدد الضباط في عملية البحث لأن الموضوع كان مكلف جدا بالنسبة لهم. ولما كانوا فقدوا الأمل إنهم يوصلوا لأي دليل جديد، في مخبر هيبلغ الشرطة بمعلومة مهمة جدا. المخبر ده قال للشرطة إنه مشتبه في 2 والاتنين عندهم سجل إجرامي طويل جدا، واللي خلى المخبر إنه يشك في الاتنين دول إن الأخبار لما بدأت تنتشر عن الجريمة اللي حصلت للبنتين، المخبر سمع واحد فيهم بيقول للتاني أكيد برضه هيتهمونا إن إحنا اللي خطفناهم. المخبر كان مستغرب هو إيه اللي يخليه يقول كده إلا لو هم فعلا متورطين في اختفاء البنتين، عشان كده قرر إنه هيبلغ الشرطة عن الاتنين دول كانوا ليزلي كاميلاري اللي عنده 28 سنة ولينزي بيكت اللي عنده 23 سنة. لينزي بيكت اتولد يوم 27 مارس سنة 1974 وكان أصلا من نيوزيلندا، بس نقل لاستراليا لما كان في سن المراهقة. بيكت كان عايش مع أمه وما كانش يعرف أي حاجة عن أبوه ولا عمره شافه قبل كده، لأن أمه تعرضت للاعتداء وهي عندها 15 سنة وما تعرفش مين اللي عمل فيها كده، وهو كان نتيجة الحمل من الاعتداء اللي حصل عليها. طفولة بيكت كانت صعبة شوية لأنه كان بيتعرض للضرب من أمه ومن باقي أفراد عيلته، عشان كده طفولته كانت صعبة جدا وأثرت على شخصيته بشكل كبير. جرائم بيكت بدأت من هو لسه صغير جدا، بدأ جرائمه بسرقة سيارات واعتداء، وكان بيتخانق مع الناس كتير جدا في الحانات لأنه كان بيشرب كتير جدا من صغره. بيكت وهو عنده 19 سنة اتعرف على واحدة اسمها لورا لي، والاتنين اتجوزوا. علاقتهم ببعض استمرت لمدة 3 سنين، خلفوا خلالهم 3 أطفال. لورا لي بتقول إن الفترة اللي الاتنين كانوا مع بعض فيها بيكت كان عنيف جدا معاها وكان بيضربها وكان بيعاملها وحش جدا. قالت لهم كمان إن معدل ذكائه كان منخفض وبيتأثر من أي كلمة بتتقال من أي حد حواليه، عشان كده هنعرف من باقي القصة إن ليزلي فعلا كان بيقدر يسيطر عليه بسهولة. بالنسبة لليزلي كاميلاري اتولد يوم 31 مايو سنة 1969. ليزلي كان أصلا من مدينة ليفربول الموجودة في نيو ساوث ويلز، والغريب برضو إن وقت ولادته أبوه ما كانش موجود في العيلة وما سألش عنه غير وهو عنده 13 سنة. ليزلي كان طفل عصبي جدا ومحدش كان بيقدر يسيطر عليه بسهولة، وبرضه بدأ يعمل جرائم زي السرقة والتخريب وهو سن صغير جدا. ليزلي اتقبض عليه أكتر من مرة وكان بيدخل الأحداث، وكل مرة كان بيدخل فيها الأحداث كان بيخرج يرتكب جريمة تانية ويدخل مرة تانية، لدرجة انه لما اتقبض عليه وهو عنده 28 سنة كان عنده 146 إدانة في الملف بتاعه. الغريب ان قبل أسبوعين بس من اختفاء نيكول ولورين، ليزلي كان بيتحاكم ب6 تهم اعتداء على بنت زوجته اللي عندها 11 سنة، بس المحامي قدر انه يخرجه من السجن وقتها بسبب غلطة في الإجراءات وخرج من السجن. هو مفيش معلومة بتقول ازاي ليزلي وبيكت اتعرفوا على بعض، بس الاتنين كانوا عايشين في نفس البلد اللي اسمها ياس في نيو ساوث ويلز، ولأن الاتنين كانوا مجرمين محترفين فالاتنين قدروا يتعرفوا على بعض وبدأوا يرتكبوا كل جرائمهم مع بعض. ليزلي كان بيحب يعمل الجرائم بتاعته مع بيكت لأنه كان بيحس دايما إن هو الرئيس بتاعه وإنه مسيطر عليه. الشرطة اكتشفوا كمان إن قبل أسبوعين من اختفاء البنتين، ليزلي وبيكت خطفوا بنت عندها 19 سنة في مكان اسمه كامبرا واعتدوا عليها جوه العربية بتاعتهم. البنت دي كانت بتطلب منهم إنهم يسيبوها تمشي حتى بعد ما اعتدوا عليها، بس هم كانوا رافضين. طلبت منهم إنها تنزل من العربية تعمل حمام وهم وافقوا، وأول لما نزلت من العربية قدرت إنها تهرب في اتجاه الغابة. ليزلي كان بيجري وراها في الغابة عشان يمسكها، بس قدرت إنها تهرب منه واتجهت على طول لاسم الشرطة وبلغتهم باللي حصل. الشرطة لما كانوا بيستعدوا إنهم يقبضوا عليهم، البنت دي رفضت إنها تقدم بلاغ رسمي، عشان كده الاتنين ما اتقبضش عليهم. نرجع مرة تانية للقضية بتاعتنا، لأن الشرطة لما عرفوا التاريخ الإجرام الطويل بتاع الاتنين دول بقوا مقتنعين إن هم اللي خطفوا البنتين. ومن حسن حظ الشرطة إن ليزلي في الوقت ده كان مقبوض عليه في كامبرا بتهمة سرقة سيارة، وكان سهل جدا إنهم يتكلموا معاه. عشان كده يوم 5 نوفمبر سنة 1997 المحققين في قضية لورين ونيكول اتوجهوا لكامبرا عشان يتكلموا معاه بخصوص البنتين. ليزلي كان هادي جدا في التحقيقات اللي اتعملت معاه ونفى ان ليه اي علاقة باختفاء البنتين. في نهاية المقابلة
الشرطة بدأوا يسألوه عن التلفزيون اللي لونه بينك اللي كان موجود قريب من المكان اللي البنات اختفت فيه. ليزلي أول لما سمع عن التلفزيون بدأ يتوتر شوية، بس تماسك بعد كده وقال للشرطة إنه ما يعرفش أي حاجة عن التلفزيون ده. الشرطة في اللحظة دي كانوا مقتنعين إن التلفزيون ده ليه علاقة باللي خطف البنتين، عشان كده الشرطة اتجهوا لمتجر بيبيع حاجات مستعملة، والراجل اللي هناك قال للشرطة إنه فعلا كان باع لبيكيت وليزلي تلفزيون لونه بينك في اليوم اللي البنتين اختفوا فيه. معنى كده إن ليزلي وبيكيت كانوا موجودين قريب من المكان اللي البنتين اختفوا فيه. الشرطة على طول اتجهوا لبيكيت عشان يتكلموا معاه، واللي برضه من حسن حظهم كان مقبوض عليه بسبب انتهاكه لشروط الإفراج المشروط في جريمة تانية. بيكيت برضه عمل زي صاحبه ونفى إن ليه أي علاقة باختفاء البنتين. الشرطة سألوه كان فين في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة، وهو قال لهم إنه كان موجود في البيت لوحده. سألوه برضه عن التلفزيون البينك عشان يشوفوا ردة فعله ويعرفوا هو هيتوتر ولا لأ، وفعلا بمجرد ما سمع عن التلفزيون بدأ يتوتر وقال للشرطة إنه مش هيتكلم غير في وجود المحامي بتاعه. بيكيت لما دخل للزنزانة بعد المقابلة دي كان بيخبط راسه في الحيطة وبيعيط وبيقول وصلوا للتلفزيون، وكان بيكررها أكتر من مرة، لدرجة إن زمايله في الزنزانة كلموا الطبيب بتاع السجن واللي جت اداله حقنة مهدئة عشان ينيمه. الشرطة بعد ما عملوا مقابلات مع الاتنين كان واضح بالنسبة لهم إن لو واحد من الاتنين هو اللي هيعترف بالجريمة فالواحد ده هيكون لينسي بيكيت، لأن زي ما قلنا قبل كده بيكيت كان بيتأثر بالناس اللي حواليه بسهولة، بدليل اللي حصل له بعد المقابلة اللي اتعملت مع الشرطة. عشان كده المحققين قرروا إنهم يتكلموا مع بيكيت للمرة التانية يوم 12 نوفمبر سنة 1997، والمرة دي المحققين كان معاهم صورتين كبار للورين ونيكول، وكانوا سايبين الصورتين قدام بيكيت طول الوقت عشان يبقوا قدامه وهما بيتكلموا معاه. وبمجرد ما بيكيت كان بيشوف الصورتين قدامه كان باين عليه انه مش مرتاح، وطول الوقت كان بيحاول يتجاهلها. المحققين لما اتكلموا معاه قال لهم نفس الكلام اللي قاله قبل كده، ان ملوش اي علاقة باختفاء البنتين. عشان كده قرروا انهم يضغطوا عليه اكتر وقالوا له احنا معانا دليل انك كنت موجود في نفس المنطقة اللي البنات اختفوا فيها في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة. الشرطة فهموه ان دي فرصته الوحيدة عشان يقول لهم الحقيقة، لان لو ما قالش الحقيقة في الوقت ده هيروحوا يشتكوا في الجريمة ويعرضوا عليه نفس العرض، وصديقه لو اعترف في الوقت ده هيبقى موقفه احسن منه في القضية. بعد الكلام ده لينسي بيكيت طلب من المحققين انه يروح يدخن سيجارة، ولما دخن السيجارة ورجع للمحققين قال لهم انه هيعترف بكل اللي حصل، وسألهم لو حد فيهم معاه خريطة لانه عايز يقول لهم على مكان الجثتين. فعلا الشرطة جابوا له الخريطة، وهو قال لهم على مكان على الطريق السريع اسمه فيدلرز جرين كريك، وقال لهم ان ده المكان اللي هيلاقوا فيه الجثث. المحقق سأله هو مين اللي قتل البنتين، والمفاجأة ان بيكيت قال لهم ان هو اللي قتل البنتين بنفسه. المحقق سأله على كل اللي حصل في اليوم ده وطلب منه يقول على كل حاجة بالتفصيل. بيكيت قال ان يوم 5 اكتوبر سنة 1997 كان هو وليزلي بيتمشوا شوية بالعربية بتاعتهم. في اليوم ده كانوا شاربين بيرة وتعاطوا مخدرات، وكانوا في طريقهم رايحين للشاطئ. ولما كانوا في طريقهم للشاطئ شافوا بنتين ماشيين على الطريق، وطبعا البنتين دول كانوا نيكول ولورين. البنتين كانوا ماشيين بالكشافات وكانوا لسه خارجين من المخيم، وكانوا في طريقهم للحفلة اللي فيها صديق نيكول. ليزلي كان هو اللي سايق العربية في اليوم ده، ووقف قدام البنتين وسألهم لو عايزين يوصلهم، وهم وافقوا انهم يركبوا معاه. طبعا الشرطة مش متأكدين ان البنتين دخلوا العربية بمزاجهم، وحتى افراد العيلة كانوا متضايقين جدا وبيقولوا انه بناتهم مستحيل يركبوا العربية مع شخص غريب. يعني ممكن بيكيت يكون بيكذب على الشرطة عشان ما يتحكمش عليه بتهمة الخطف ويتحكم عليه بتهمة القتل بس المهم ان الاتنين اتخلصوا من التلفزيون اللي معاهم عشان يبقى في مكان للبنتين، واخدوا البنتين معاهم للشاطئ وكانوا بيشربوا ويقضوا وقت جميل مع بعض، لحد ما البنتين طلبوا منه هو وزميله انهم يرجعوهم مرة تانية للمخيم بتاعهم. فعلا الاتنين اخدوا البنتين وكانوا راجعين في الطريق، بس في الوقت ده ليزلي اخد مطبه وهو على سرعة عالية، وكان خايف ان العربية يكون حصل لها حاجة وحشة، ووقف العربية بسرعة وبدأ يلوم في البنتين ويقول لهم ان هم السبب في انه ياخدوا المطب بالشكل ده. في الوقت ده خرج سكينة من ايده وبدأ يهدد البنتين وقال لهم يركبوا بسرعة في العربية، والبنتين كانوا هيموتوا من الرعب. في الوقت ده ليزلي غير الاتجاه بتاع العربية وبدأ يسوق في اتجاه معاكس لاتجاه المخيم اللي كانوا رايحينه، وبيكيت برضه كان معاه سكينة وبيهدد بيها البنات عشان ما يعملوش اي صوت،
لحد ما وصلوا للمكان اللي فيه الملابس بتاعت لورين. أول لما وصلوا لهناك أجبروا البنتين إنهم ينزلوا من العربية، والاتنين اعتدوا عليهم. ليزلي اعتدى على نيكول وبيكت اعتدى على لورين. بعد كده رجعوا البنات مرة تانية للعربية وفضلوا ماشيين بالعربية لمدة طويلة جدا، وكل فترة كانوا بيوقفوا العربية في مكان معين ويعتدوا على البنتين ويرجعوهم مرة تانية للعربية. واستمروا على الحال ده، بيعتدوا على البنات ويرجعوا يسوقوا على الطريق لمدة 9 ساعات تقريبا. آخر مرة حصل فيها اعتداء على البنات لورين كانت نايمة وصحت من النوم على صوت ليزلي وهو بيزعق بصوت عالي. ليزلي في الوقت ده كان بيزعق لبيكت وبيقول له انه عايز يعتدي على البنت اللي شعرها غامق. في الوقت ده هو كان يقصد لورين. فعلا خرجها من العربية واعتدى عليها، وبعدين رجعها مرة تانية وقال لبيكت البنات دي ما ينفعش ترجع مرة تانية. كان يقصد طبعا ان البنتين دول لازم يموتوا، لانهم لو رجعوا هيبلغوا الشرطة بكل اللي حصل لهم. وفعلا حوالي الساعة 7 الصبح اخدوا العربية لفيلدرز جرين كريك واجبروا البنات انهم ينزلوا من العربية ويتحركوا في اتجاه النهر. اول لما وصلوا عند النهر اجبرهم انهم يقلعوا كل هدومهم ويغسلوا جسمهم كويس جدا من المية عشان ما يبقاش فيه اي دليل على الاعتداء اللي حصل عليهم. ولما عملوا كده ولبسوا الهدوم بتاعتهم مرة تانية، ربطوا نيكول في شجرة ولورين كانت مربوطة من ايديها في بعضها. وبعدين ليزلي اخد بيكت على جنب وقال له انه لازم يقتل البنتين. بيكت بيقول انه كان متردد في البداية انه يعمل كده، بس طبعا زي ما احنا عارفين هو كان بيسمع كل الكلام اللي بيقوله له ليزلي. عشان كده اخد لورين اللي كانت متكتفة تقريبا وحاول انه يغرقها، ورغم انها كانت متكتفة كويس جدا الا انها كانت بتقاوم باقصى قوة عندها وفشل في انه يغرقها في النهر. عشان كده خرج السكينة بتاعته وطعنها في رقبتها وبعدين غرقها في النهر لحد لما ماتت. بعد كده اتجه لنيكول اللي كانت مربوطة في الشجرة، وطبعا كانت عارفة اللي هيحصل لها. عشان كده لما قرب منها سألته انت هتقتلني؟ قال لها تخرس، وطلع السكينة بتاعته وطعنها اكتر من طعنة، وهي ما كانتش قادرة حتى انها تصرخ او تعمل اي صوت لان اول طعنة فيهم كانت في رقبتها. وبيقول انها لما كانت بتزحف على الارض ومش قادرة انها تتنفس كان بيضربها برجليه في راسها اكتر من مرة لحد لما تأكد انها ماتت. بيكت لما قتل الاتنين رجع مرة تانية للعربية وليزلي كان مستنيه هناك. واول لما وصل لهناك سأله هل رأيت الشيطان؟ بيكت بيقول انهم اتحركوا بالعربية بتاعتهم وكانوا متجهين ناحية البيت، بس وقفوا في الطريق عند كامبرا عشان يحرقوا الملابس بتاعت بيكت اللي كان عليها دم ويحرقوا الحبال اللي استخدموها عشان يربطوا البنتين. تاني يوم الاتنين اتقابلوا مع بعض ونضفوا العربية عشان ما يبقاش فيه اي دليل ضدهم، واتجهوا ناحية المكان اللي كانوا سايبين فيه التلفزيون. واول لما وصلوا هناك لقوا ان مفيش للتلفزيون اي اثر. بعد الاعترافات دي الشرطة اتحركوا على طول للمكان اللي قال لهم عليه بيكت، ولقوا فعلا الجثث هناك بعد 5 أسابيع من اختفاء لورين ونيكول. يوم 19 نوفمبر سنة 1997 الشرطة اتهموا ليزلي كاميلاري ولينسي بيكت بالخطف والاعتداء وجريمة قتل لورين ونيكول. وطبعا لأن بيكت كان اعترف بكل الجريمة فهو برضه اعترف بالذنب في كل التهم الموجهة ليه. وفي يونيو سنة 1998 اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 35 سنة. بالنسبة لليزلي كاميلاري فهو قال إنه غير مذنب في كل التهم الموجهة ليه، وقال إن بيكت هو اللي عمل كل حاجة وهو ما كانش ليه أي دور في الجرائم اللي حصلت. ليزلي بيقول إن في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة كان هو فعلا موجود في العربية مع بيكت، بس بيقول إن وقت الاعتداء على البنات فشل إنه يعتدي عليهم بسبب إنه كان شارب كحول كتير جدا وفضل نايم في العربية وما كانش يعرف إيه اللي بيحصل. طبعا ما حدش كان مقتنع بأي حاجة من الكلام ده، والقضية بتاعته اتحولت للمحكمة في فبراير سنة 1999. ولحسن الحظ الادعاء كان مجمع أدلة كتير جدا ضده. فاكرين الملابس اللي الشرطة لقوها على الطريق وسلموها لوالد الضحية؟ الشرطة أخدوا الملابس دي مرة تانية وبعتوها للطب الشرعي ولقوا على الملابس دي الحمض النووي الليزلي. فاكرين كمان البنت اللي عندها 19 سنة واللي حصل عليها اعتداء قبل أسبوعين من عملية الخطف؟ الشرطة قدروا يوصلوا للبنت دي وأقنعوها إنها تقول في المحكمة على كل اللي حصل معاها. الشرطة كمان استدعوا بيكت في المحاكمة وهو اعترف على زميله بكل الحاجات اللي عملها. بيكت ما أنكرش إن هو اللي قتل البنتين بنفسه، بس قال للشرطة على كل حاجة ليزلي عملها في اليوم ده. ليزلي في المحاكمة كان بيحاول يبين إنه مش فارق معاه لدرجة إنه كان بيتاوب وكأنه كان ملام من كل اللي بيحصل. وأخيرا في إبريل سنة 1999 المحكمة شافت إن ليزلي مذنب في جريمة قتل نيكول ولورين
واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. القاضي قال إن ليزلي كان مسيطر على كل تصرفات شريكه في الجريمة، وهو اللي أمره إنه يعتدي على البنتين ويقتلهم، لأن ما كانش عنده الشجاعة إنه يعمل كده بنفسه. عشان كده من العدالة إنك ما تخرجش من السجن مرة تانية. ليزلي كان بيحاول يستأنف على الحكم أكتر من مرة بعد كده، وفي كل مرة الاستئناف بتاعه كان بيترفض. بعد الحكم على الاتنين مجرمين دول، كل الناس في المدينة كانوا متضايقين جدا لما عرفوا إن الاتنين خرجوا من السجن بكفالة قبل أسابيع من الجريمة اللي حصلت. سنة 2013 لما ليزلي كان قضى في السجن 16 سنة، الشرطة قدروا إنهم يربطوه بجريمة تانية. الجريمة التانية دي حصلت لبنت عندها 13 سنة اسمها برودني سبيرد، واللي اختفت سنة 1992، يعني قبل 5 سنين من الجريمة اللي حصلت للورين ونيكول. الشرطة كانوا فاكرين إن اللي خطف البنت دي هو نفس الشخص اللي عمل تفجير في مقر الشرطة في شارع راسل، لأن البنت دي كانت حفيدة المخبر اللي بلغ الشرطة عن المجرمين. عشان كده الشرطة كانوا فاكرين إن المجرمين انتقموا من المخبر ده وخطفوا حفيدته بعد 2 سنين من القبض عليهم. الشرطة اتكلموا مع ليزلي وهو قال لهم إن هو فعلا اللي قتلها، ولما سألوه أنت ليه عملت كده قال لهم إن والدها اعتدى عليه وهو طفل، ولما راح لها وسألها على مكان والدها عشان ينتقم منه رفضت إنها تقول على مكانه، عشان كده قتلها هي. الشرطة سألوه عن مكان جثتها وهو قال لهم إنه بعد ما نفذ جريمته اتخلص من الجثة في مكان بنفايات، عشان كده الشرطة ما قدروش يوصلوا للجثة بتاعتها لحد دلوقتي. بعد الاعتراف ده ليزلي اتحكم عليه بالسجن لمدة 28 سنة إضافيين. وبس كده تكون انتهت قضية النهاردة. مستني رأيك في الكومنتات. لو عجبتك القضية متنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.